السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في حاجة خطيرة جدا. يعني أنتوا عارفين بقى اللي هو السم القاتل. يعني أنتوا متخيلين بقى السم القاتل هو ده السم القاتل. أنت متخيل إن السم اللي هيموتك على البطيء والسم اللي هيؤدي ليك سرطانات هيؤدي ليك تليف كبدي، هيؤدي ليك مشاكل كبيرة جدا جدا جدا، وأنتوا السبب. انتوا السبب اللي اولادنا هتتدمر بسبب ده، وان احنا بنبعد عن الطعم الاصلي والطعم اللي هو المفترض يكون. ده الفرق بين شغل ايدينا وده الفرق بين شغل الشركات. ده شغل الشركات كله زي ما انتوا شايفين كده مواد مسرطنه، كل مواد اطعم صناعيه. وده الشغل اللي ربنا خلقه، ده ب 100 جنيه وده ب 20 جنيه. انا كعطار عشان اقدر اوفق في البيعه بتاعتي بكون مضطر، مش عارف اعمل ايه. صدقني مفيش اي حد يقول لك الكلام ده، والله العظيم ما حد يقول لك الكلام ده فعلا. فبالله عليك ما تبخلش ان انت تعمل مشاركه دلوقتي عشان الفائده تعم للجميع. البهار اللي انا جايبه لك دلوقتي زي ما بقول لك ده شغل الشركات، اغلبنا بينزلوا في العطارات، وربنا يسامحني على المعلومات اللي بقولها ديت، او ربنا يسترها عليا في اللي هيحصل فيا بصراحه يعني. ولكن اللي انت شايفه ده شغل شركات، اللي انت شايفه ده شغل ايدينا. سيادتك احنا بنجيب لك شغل ايدينا بتقول غالي، فانت انت كسبون بتضطرني ان انا اروح انزل لك شغل الشركات، تمام، اللي هو بيؤدي المشاكل كتيره خاصه باولادنا. بل بالعكس ممكن المشاكل ديت نجني ثمارها السيئه فيما بعد، ولكن بيكون انت السبب. انا عاوزك لما تروح تشتري من اي عطار تقول له لو سمحت انا محتاج شغل ايدك. ما يا باشا العطار ما بيعرفش يحوج، ما تروحلوش. الف ب مبيعات او الف ب عطاره. العطار اللي ما بيعرفش يحوج، اللي ما عندوش شغل خاص بيه وشغل خاص، الشركات كلها على عيننا وعلى راسنا، ولكن بنسبه 90.9 الشركات اللي موجوده في الساحه وفي السوق دلوقتي، كل الشركات بنسبه 99.9 من الشركات اللي موجوده كلها مواد مسرطنه، كلها مواد صناعيه، كلها ماهيش بهارات. ما هو انت جاي معلش بتقول لي ده انا رحت جبت من العطار الفلاني كيلو البهار، مثلا جهار الكبسه جبته ب 70 جنيه، هعمل لك انا ايه؟ هو ما انا عامل كده زي ما انت شايف كده، بجيب شغلي وبكتب عليه كده. يعني كاتب كبسه ابو مالك، تمام، كاتب بهار الكبسه الخاص بيا. والله اللي عاجبه بهار الفراخ مثلا بقول لك بهار الفراخ خاص بيا. بقول لك انت عاجبك شغلي كده، اتفضل. عاوز شغل شركات كده. طب الفكره الوقت مش في الطعم، الفكره ان انت دلوقتي اولادنا هتروح فين؟ يعني هنعمل ايه؟ ما احنا هنتسال قدام ربنا على اي معلومه واي بهار احنا بنقدمه. انا بتكلم دلوقتي العطارين بقى، بتكلم مع عطارين. يا باشا انت مش هتقدر تعمل بهار كبسه ببيتك، مش هتقدر تعمل بهار فراخ في محلك، معلش اسف، مش هتقدر تطلع التحويجات ديت، وهتعتمد اعتماد كل على ده بدون ما تعرف الزبون. يبقى انت ما عندكش ضمير ولا عندك دين. يبقى انت كده هتغش الناس وهتدمر الناس وهتموت الاطفال والمستقبل بتاعنا كله. اغلبنا 99.9 من الشعب المصري عنده تليف كبدي. عندنا تليف على الكبد. مشاكلنا دلوقتي بنعاني من مشاكل عظيمه ومشاكل جسيمه، ما كله من الاكل والشرب اللي احنا بناكله. ما فيش حد دلوقتي ما عندوش مشكله في الكبد. كلنا 99.9 من الشعب المصري الا من رحم ربي عنده مشاكل في الكبد، عنده دهون على الكبد، واللي عنده مشاكل في الرئه، واللي عنده مشاكل، واللي عنده العقم دلوقتي ما عادش انجاب. كل ده من ايه؟ من المواد المسرطنه اللي بتضاف في الاكل والشرب. و99.9 من الشركات اللي موجوده في الساحه دلوقتي الا من رحم ربي كلها مواد مسرطنه، كلها ملح ليمون، اطعم، نكهات، مواد كيميائيه متركبه على بعضها، واحنا كلنا عارفين ومتغافلين عن كده. كلنا عارفين ان الشركات اللي موجوده في الساحه كلها كده. طب انا واحد من الناس مثلا، انا كعطار حابب ان انا انزل بالبهارات بتاعتي والمنتجات بتاعتي، فانا باجي كده اجمع عشان انزل السوق، او عاوز اعمل براند خاص بيا وبشغل واعرض شغل على الناس كلها. كل لما اجي افكر كده بقول طب الشركه اللي انا هنزل قصادها وانافسها، انا كمسكين، خلاص انا كمسكين في وسط الناس اللي موجوده، تمام. انا مثلا لما اجي اعمل مثلا على افتراض البهار ده اهو مثلا، الله يسلمك، ازيك يا عم؟ والله ما عدت بعمل لب، معلش. البهار مثلا دهوت اللي انا بعمله دهوت بهار كبسه، سعر تكلفته عليا واقف عليا مثلا بعد التكلفه 120 130 جنيه، في حين ان الشركه ممكن تديني البهار ده ب 100 جنيه.
فانا هقدر اروح ابيع لعطار شغل انا اللي هو بيور وطبيعي واللي يرضي ربنا وحاجه ما شاء الله تبارك الله. هقول للعطار معلش خد اهوت ب 150، هيروح للمنافس بتاعي اللي معاه مواد مسرطنه، واول ما تمسكه تلاقي ريحته فواحه، بس كل الريحه ديت بتروح منك في الاكل. يقول له خد البهار ده ب 90 جنيه. هل بالله عليك العقل التجاري او العقل المادي اللي احنا ماشيين بيه والفكر المادي اللي احنا ماشيين بيه والعقليه الدنيئه بين التجار دلوقتي يقول لك انا هكسب في ده؟ لو انا اخدت ده ب 150 هبيعه للزبون ب 200 جنيه، هيكون غالي على الزبون. ولو انا اخدت ده ب 90 جنيه وبعته بكام؟ وبعته ب 150 او 160 جنيه، انا كسبت في الكيلو 60 جنيه. فالعقليه التجاريه هتفكر في اللي هيخش جيبها، ولكن عمرها ما هتفكر في اللي هيضر الناس، في اللي هيغش الناس، في اللي هيموت الناس، من اللي هيأدي سرطانات، من اللي هيبهدل الدنيا. اقسم بالله العلي العظيم الاعتراف هيغش كتير يا جماعه، الاعتراف هيغش كتير. فحرام ان انتم تساعدوا على موت اطفالنا، حرام ان انتم يعني المفترض الحكومه اصلا تتدخل والناس كلها تتدخل والابحاث واصحاب المعامل يتدخلوا يا باشا، ياخدوا عينات ويعملوا عليها تجارب ويشوفوا العينات ديت بالفعل المواد ده هتموت الناس ولا مش هتموت الناس. ما احنا معلش يا باشا لو احنا هنقفل محلاتنا انا ما عنديش مشكله، ولكن تعالوا يعني نعيش صح، تعالوا نتقي ربنا في شغلنا. انا يوميا قبل ما انام كده بفكر انا بالفعل ماشي صح ولا غلط، انا بالفعل يعني ينفع ان انا انزل من شركات تانية ولا ما انزلش من شركات. طب انا بعرض شغل بفضل الله، بهار الفراخ عندي مكتسح بفضل الله، ان كان فراخ ولا كفته ولا اي نوع من انواع البهارات. مش بقى يا سيدي بعمل دعايه شغلي، مش هقول لك لا بعمل دعايه لشغلي، ما انا لازم اطلع لك النهارده واقول لك يا باشا انا لحد الان بفضل الله بعمل نكهه بهارات بدون اطعم صناعيه، بديك بهار جوده درجه اولى بفضل الله، بنافس اكبر الشركات اللي موجوده دلوقتي والله والعظيم ولا تهز شعره مني. الحمد لله عارف شغل ماشي ازاي، وعارف الجوده اللي عندنا عامله ازاي، وعارف انا ماشي ازاي. فلازم انبهك احفظ انتبه اوعى تجري في البهارات بالذات ورا السعر، لان كلها او 99.9 والله العلي العظيم مواد مسرطنه. وخلي واحد يطلع دلوقتي صاحب شركه من الشركات الكبار، مع احترامي لاصحابها طبعا ما بعديش حد، ولكن الواجب والعهد اللي اخدته على نفسي ان انا ابين للناس واوجه للناس واقول لك انتبه. 99.9 من الشركات اللي موجوده على الساحه كلها مواد مسرطنه. التليف الكبدي والفيروسات والامراض والاوبئه اللي جات لنا اقسم بالله العلي العظيم سببها المواد الكيميائيه اللي انتوا شايفينها في الخلطات ديت. المواد الكيميائيه انا جيت ابص هنا عشان افرزها كده، اتلاقيت معايا ملح ليمون، وتلاقيت مواد صلبه، وتلاقيت حاجات اعوذ بالله من غضب الله. اقسم بالله يا جماعه احنا هنموت من قليل، يعني اللي احنا بنعمله كده الله المستعان. فانتبهوا اول ما تروح لاي عطار. نصيحتي بقى والرساله الاخيره اللي انا عاوز اوجهها ليك، الرساله الاخيره، لو رحت عند عطار تلاقيت العطار ما بيحوكش بايده، لسه ايده مش شغاله، ما بيعملش بهارات باسمه وما فيش ثقه، يا باشا اركنه على جنب، ده مش عطار، ده اسمه تاجر او بياع او بقال. مع احترامي طبعا للناس كلها ان كان بقال او عطار او اي احترام للناس، ولكن في فرق بين الحواج او الشيف او العطار اللي هو عنده تركيبات معينه وعنده مقادير معينه ويقدر يحوج للناس من الالف للياء، يحوج لهم بهارات، ده اسمه عطار، اسمه حواج. وبين التاجر اللي هو مش عارف فبيعتمد اعتماد كلي على الشركات، يروح يجيب مثلا شويه جرادل ويجيب شغل شركات، تمام، وبعد ما يجيب شغل الشركات يعمل ايه؟ يبدا ويبيع وينافس، والغايه الاولى والاخيره انا هيخش جيبي كام. لا انا بقول لك النهارده اوعى تفكر انت كتاجر يخش جيبك كام، ولكن فكر انت هتكسب من الحلال كام. بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وصلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.